كان طه حسين يقول: مصر تؤلف ولبنان تطبع والعراق تقرأ. لم يكن طه حسين ليقول هذه الجملة إلا وخلفها وعي شديد. مصر تؤلف، لأن في مصر تنبت الحضارة الحقيقية والفكر الخلاق الذي ينتشر على أرجاء الوطن العربي. وهذه الحضارة بدأت بفكرة، قد تكون فكرة شخص أو قد تكون فكرة مجموعة. وهذا يعني أن التأسيس للفكر يحتاج إلى وعي وإلى جهد وإلى إخلاص. هذا ما سعينا إلى أن نحققه هنا حين بدأنا في محك الشباب بهذا المركز وهذا المعهد. بدأنا نؤسس لفكرة الانطلاقة الحضارية، وليست فكرة الشعر وحدها، وإنما فكرة الانطلاقة الحضارية. هذه الانطلاقة يقوم بها جهود الشباب وحكمة الشيوخ. فكان هؤلاء الشباب الذين سوف ترونهم الآن وتسمعون إبداعاتهم تربوا داخل هذا المعهد، وانطلقوا من داخل هذا المعهد، أسسوا لفكرة جماعة حلم الجنوب، وانطلقت الجماعة بالفعل. تفانوا في أن يتعلم كل منهم ما يقدم إليه، وتفانوا أيضا في أن يخلصوا لإبداعهم، فكانوا شعراء نفخر بهم. من هنا في هذا المعهد الذي بدأنا خطوة واحدة فيه في بداية الأمر، لكن هذه الخطوة نمت وكبرت وصارت جماعة، وليس لهذه الجماعة جهد مبذول إلا وخلفه إخلاص. هذا الإخلاص الحقيقة كان من هذا المركز الذي نجلس فيه الآن، فهو تحملنا كثيرا، يفتح أبوابه وقت ما أردنا ويغلق وقت ما شئنا، نغير في المواعيد يقبلنا، نتدلل عليه يقبلنا. فأستميلكم عذرا أن تحيي معي الأستاذ مصطفى وجميع العاملين بهذا المجال، لأنه آمن بهذه الفكرة فقدم لها كل ما يملك. هذه واحدة، والأخرى إنما أردت اليوم أن يقوم هؤلاء الشباب بالإعداد والتقديم والتنظيم والإبداع وكل شيء. لماذا؟ حتى يتعلموا ويكونوا صفا آخر يستطيع أن يتعلم القيادة بالحقيقة، لأننا نحن في مركز إعداد قادة حتى يكونوا هم قادة. لم أتدخل، وأنا الآن أذيع سرا. كان من المفروض أن أكون هنا يوم الثلاثاء الفائت أشرف على البرنامج وعلى موعد تعمدت عدم المجيء، وتركتهم يخططون للبرنامج وللدعوات وللإعداد، ولا أتدخل في شيء، فكانوا بحق على قدر المسؤولية. أطلب منكم أن تحييهم أيضا. أريدهم أن يعتمدوا على أنفسهم، وأن يكونوا قادة، وألا يتعلموا الانقياد، وأن يؤمنوا بالحكمة القائلة لأن تكون في مؤخرة الأسود خير من أن تكون في مقدمة الغنم. أردتهم أن يكونوا في مؤخرة الأسود. من هذه اللحظة ومن هذا التوقيت سوف تنطلق سوهاج كوكبة شعرية جميلة تعتمد على نفسها. ولكن لكل بداية عثرات. تعثروا في حقي وأنا أسامحهم لأجلهم فقط.
أخطأوا أساءوا إلي وأنا أسامحهم أيضا، لأنني أنا الأب وهم الأبناء، سيظلون أبنائي ما حييت، وسوف أرعاهم بكل الإخلاص إذا قبلوني أبا ومعلما وهاديا. أشكركم جميعا، أحيي كل من أسهم في إقامة هذا الحفل الأول، وكما ذكر الأستاذ مصطفى هو لم يكون الأول، بل سوف نخطط بشكل أوسع، سوف يكون على مستوى جمهورية مصر العربية، وأنا أعد بذلك وأنتم شهود على هذا الوعد في هذه القاعة باسم هؤلاء الجماعة وباسم هذا المعهد. وأشهدكم جميعا أن سأظل راعيا لهؤلاء ما دمت أستطيع أن أمسك القلم. شكرا لكم والسلام عليكم.